ازاي اتعلمت اللغة الفرنسية؟ سؤال قرأته أكتر من مرة وحبيت أجاوب عليه في الفيديو ده. الصراحة تجربتي في تعلم اللغة الفرنسية كانت من خلال 3 طرق، هقول لك عليهم بالترتيب وتجربتي مع كل واحدة فيهم علشان المعلومة توصل وتكون سهلة وبسيطة. أول نقطة هي السماع والحفظ، واللي كنت بعمله في النقطة دي هو إني كنت دايما بتابع من خلال حاجتين، أول حاجة هي قنوات اليوتيوب، وتاني حاجة هي بعض المواقع اللي بتوفر عليها المحادثة أو الديالوج اللي هو بيكون حوار بين شخصين. كنت بسمع الحوار أو الديالوج أكتر من مرة، بعدين بسجل واكتب الجمل والكلمات اللي سمعتها، وتالت واخر حاجه ان كنت بكرر واحفظ الجمل دي. وده يوصلنا للنقطه الثانيه اللي بتكمل النقطه الاولى، وهي الممارسه. علشان تثبت وتصحح اللي حفظته ضروري جدا تتكلم مع حد، واهم حاجه يكون في الحلال. يعني ما تروحش تتعرف على بنت وتقول لي انا حابب اطور اللغه، انت فعلا هتطور اللغه بس في المقابل هتخسر كتير. في نقطه الممارسه كان ليا موقف جميل جدا مع شخص فرنسي، كلكم عارفين ده مشترك كهرباء. للاسف اغلب اللي بينطقوه غلط. المهم صادف في الوقت ده كان معايا واحد مشترك وكان معايا الشخص ده. خلال الكلام قلت له لو سمحت ممكن تقول لي ده اسمه ايه بالظبط بالفرنسي؟ فقال لي هو له 3 اسماء، وذكر لي واحد منهم قريب جدا من اللي كنت بسمعه غلط. قلت له بالظبط ايوه هو ده، ممكن تقول لي تاني وتكرر لو سمحت؟ فقال لي اسمه غالانج، لانج. وفعلا كان بقولها بنفس الطريقه اللي كنت بقولها دلوقتي. المفارقه ان كنت دايما للاسف بسمعه وحفظته غلط، وده هيوضح لك اهميه الممارسه. الحاجه الثالثه اللي ساعدتني وكانت داعم للاثنين اللي ذكرتهم من شويه هي المدرسه، الدوره، الكورس اللي هتاخده، وده هيساعدك تطور اللغه بشكل كبير، خصوصا القواعد، الجرامر، الافعال، زياده الرصيد اللغوي الى اخره. كل اللي ذكرته من شويه هي تجربه شخصيه بتختلف من شخص للتاني، ممكن تساعدك وممكن لا. انت كمان قول لي ايه الطريقه اللي استخدمتها وساعدتك انك تتعلم لغه تانية غير لغتك الام. انا محمد غطاس، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.